طب انت شفت الاجنده الدوليه؟ ايوه طبعا. حضرتك لماذا تحارب حسام حسن؟ انا بحارب حسام حسن؟ ليه؟ حاربه ليه؟ انت متهم انك تحارب حسام حسن. ما هو للاسف اللي مش فاهم حاجه يقول كده. حقك عليا. دي نمره واحد مش انت. انا عارف مش ده سؤالك. انا مش فاهم. لا انا عارف ان ده مش سؤالك. لا ما انا مش فاهم. ده سؤال جاي لك. لكن انا ما بحاربوش. اولا مدرب منتخب، اي مدرب لمنتخب مصر جه بينتقد ولا لا؟ بينتقد. مظبوط. بما اني بطلق عليك ساكي قطع الراجل بتاع ايطاليا. غير كده ومحدش كلمه. هو المدرب بتاع المنتخب ده مش كان بيقطع في اللي قبليه؟ الله، مش مين؟ كان ماسك الراجل الاجنبي بيقطع فيه على طول؟ مصر كلها كانت بتقطع في توريا يا كابتن. مش كده؟ مش حسام بس. اشمعنى لما بننقد المدرب ده الدنيا كلها تقوم وما تقعدش؟ هو مش على راسه ريش. بس انت يا كابتن الراجل فايز على بوركينا ومتعادل واخد 4 بونت وطلعت وقلت لا انا شايف انه لا يصلح. انا قايل قبل ما يلعب. ماشي بس فاز. انا قايل قبل ما يلعب فاز على مين؟ طب لماذا؟ انت بتتكلم في ايه؟ طب حضرتك ليه مش بتتكلم في ايه؟ ده ال 137 وال 120 الفرق اللي احنا بنلعبها، انت بتتكلم فيها يا استاذ عبد الناصر؟ كابتن انت وسط ال 120 مليون الوحيد اللي مش وبعدين لو سمحت انا بتكلم باسلوب علمي ما بهجصش. العفو. المدرب ده ليه مواصفات. ليه مواصفات وليه اشياء اقيمه عليها، حاجات كتيره جدا اقيمه عليها. انت طلبت حاجات فنيه بتقول انه الجهاز الفني لا يجيد الاحمال طبعا، وقلت انه هو تحامل على اللعيبه. لا استنى دي كارثه من الكوارث. مش انا اللي قلت، ده الGPS اللي قال، مش انا. العلم اللي قال كده، مش انا. العلم اللي قال كده ان اولا اللاعب ليه معدل جري في خلال الاسبوع قبل الماتش، 5 ايام قبل الماتش والماتش السادس ويوم راحه، ليه معدل 30 كيلو في الاسبوع في ال5 ايام دول، ما يزيدش عنهم. خلاص. فانا لما اجي ادخل معسكر واجيب اللعيبه بتاعتي وهي لعبه ماتش، يعني اللعيب بيجري في الماتش مش اقل من 10 ل 16 كيلو في الماتش الواحد، واخد بال حضرتك؟ واجي قبل ماتش بوركينا فاسو اجريهم 10 كيلو. الراجل مدرب الاحمال برازيلي يا كابتن. انا راجل ما بفهمش حاجه، انا ضروري بكون فاهم في ده. انا راجل كمدرب اكون فاهم في الكلام ده. طب ما انت يا كابتن لو مدير فني المنتخب هتقول حاسبوني على نهايه المرحله. لا 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 استنى يا استاذ عبد الناصر، احنا مدربين، ده مدربين منتخب مصر دول. مدربين الصفوة. منتخب ده يبقوا اعلى حاجه، دي نمره واحد. وبعدين مدرب منتخب وراه 120 مليون وعايز تكمم الافواه. لا، النتيجه ان ده حصل، ان اللعيبه جايه لعبه كل واحد جاريه من 10 ل 15 16 كيلو وبعدين يجري 10 كيلو، كان سبب مباشر في اصابه فتوح، دي نمره واحد. سبب مباشر في سوء المستوى الشوط الثاني في ماتش بوركينا فاسو اللي هم جابوا فيه جول وكانوا هيتعادلوا معانا. انا بتكلم كلام علمي، ما بتكلمش ما بهجصش. وبعدين انا راجل مدرب منتخب مصر، ضروري ابقى عندي قدرات علميه عاليه جدا على اعلى مستوى في علوم التدريب. وعلم التدريب علم متصل بيه علوم كتيره جدا جدا جدا، ضروري ابقى انا على درايه بيها، دي نمره واحد. نمره اتنين، ازاي انا ما اقدرش احط برنامج لفرقتي اجنب فيه الفرقه ديت الاوفر تريننج، الحمل العالي؟ ازاي؟ الحمل الزائد. الحمل الزايد ازاي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، انا المفروض مدير فني المنتخب مصر يعني حاجه كبيره، يبقى عندي قدره على الابداع، قدره على الابتكار والابداع. انا ابص في ماتش الماتش غينيا، ابص الاقيه بيكلم اللعيبه جوه الملعب عشان ينفذوا فاول بتاع الجوهري بتاع سنه 90. ده ايه ده؟ هو ده مدرب منتخب مصر؟ انت بتتكلم، انا بتكلم، ما بتكلمش، ما بهاجمش شخص، انا بهاجم وبنتقد. طب يا كابتن لماذا لم تهاجم فيتوريا بهذا الشكل؟ بنتقد
ما انا هقول لحضرتك بنتقد اداء. طب لماذا لم تهاجم فيتوريا بهذا الشكل؟ مين ده؟ انت. لا انا هاجمته بعد ما لا بهذا الشكل انا دقيق. لا لماذا لم تهاجم حسام البدري؟ لان انا شايف. لماذا لم تهاجم ايهاب جلال؟ طب لماذا لم نساند حسام البدري وايهاب جلال زي ما انتم بتساندوا؟ لا الكابتن حسام البدري حقق نتائج كويسه ولكن ظلم نفسه في الاجنده. محدش سانده. لا انا كنت مساند ليه. لا استنى بس. وبقوه حضرتك. لكن ولما ساب الاجنده قلت له محدش هينفعك يا كابتن. بقيه الناس لا كانت بتهاجمه. مش كده؟ اشمعنى بقى عايزيننا نطبطب على اللي موجود. ضروري نبين الاخطاء. ما هاجمتش اللي قبله بهذه الحده. مين ده؟ انت. لا انا هاجمت بموضوعيه، وانا بهاجم بموضوعيه. انا ما بهاجمش باي كلام. انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه من الكلام بتاعنا؟ انا مش زعلان. لا مش انت. انا قصدي عليه. انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ ليه ما بتحبش تقول اسمه يا كابتن؟ كده انا حر. واخد بالك ليه؟ انت زعلان؟ ما انت هاجمت مصر كلها، ما انت حاربت مصر كلها عشان تيجي، وحاربت مدربين مصر. انا شخصيا اتحاربت، كان هو في سموحه وانا في الاتحاد، ويسلط الذباب الالكتروني عشان يشتموني، وجمهور الاتحاد عشان يشتمني، عشان يجي مكاني ويجي مكاني. عادي جدا. ايه المشكله؟ واتشتمنا قبل كده، عادي جدا. طب متى تقتنع بحسام حسن؟ عمري ما هقتنع، لان انا لا إله إلا ليه؟ الله. ما انا هقول لك ليه. لان الاساس مش موجود. اساس حسام من الاساطير يا كابتن كلاعب. ايوه اهلا وسهلا. ما حدش يقدر يقول غير كده، واخد بالك. انما التدريب حاجه واللعب حاجه تانية خالص. انت حتى علقت على الفاول بتاع غينيا بيساو اللي اتلعب. الله. قلت من ايام سيدنا الجوهري. ده طبعا هو كده. ده في هقول لك على حاجه. السلام عليكم. اول حاجه انا بعتذر ان قطعت الحوار لحد كده، لان صراحه ربنا عبد الناصر زيدان من اسوأ الناس اللي بتدير الحوار. يعني هو حواره مع الكابتن حلمي طولان فكره خطوه جيده جدا جدا وسبق صحفي كويس، لكن هو طريقه ادارته للحوار سيئه من اسوأ ما يكون. يعني ناس كتير كتبت له على الملاحظه دي، هو بيقاطع الضيف كتير. لما بيسأل سؤال ما بيستناش الضيف يجاوب الإجابة بشكل كافي، بيقطع كتير الحوار، بيسأل السؤال تلو السؤال بصراحة ربنا، وتلاقي السؤال اللي قبليه ملوش علاقة باللي بعديه. حاجة يعني في منتهى الزهق، تزهق كده من حوار عبد الناصر زيدان. مفروض ان ده محسوب ان هو صحفي او اعلامي رياضي. يعني ابسط مبادئ إدارة الحوار انك يكون في عندك انصات للضيف لما تسأله سؤال ان هو يجاوب. ده اول ملاحظة مهمة على عبد الناصر زيدان. نتمنى ان هو يتلافى الكلام ده بعد كده في برامجه عشان يقدر يكون ضيف او محاور واعلامي ناجح. طبعا هو بالنسبة للكابتن حلمي طولان بقى، طبعا الكلام ده في بعضه منه يقول ده كلام مقرر، هو قاله قبل كده على حسام حسن. ايوه، لكن هو هنا بيوضح وجهة نظره عشان في بعض الناس، اصل حسام حسن اطلق بعض اللجان الالكترونية لمهاجمة كابتن حلمي طولان بعد ما وضح كل النقاط اللي هو ليه بيهاجمه او مش مقتنع بيه كمدرب لمنتخب مصر. انا احترم جدا الشخص اللي بيكون عنده ثبات على رأيه، واحترمه اكتر لما يوضح وجهة نظره. انا قلت الكلام ده في اكتر من فيديو، قلت حسام حسن لا يملك المؤهلات المناسبة لقيادة منتخب مصر. احنا الكلام ده ملناش دعوة بشخصية حسام حسن كشخص، دلوقتي احنا بنتكلم كامكانياته كمدرب. فهو كان شخص كويس او وحش احنا ملناش علاقة بيه حياته الشخصية او كشخصه او اخلاقه. احنا بنتكلم كمؤهلات تكون معاه او مناسبة لقيادة منتخب مصر. هو كان لاعب كويس واسطوري مفيش مشكلة، لكن هو كمؤهلات فنية كمؤهلات تدريبية لقيادة منتخب مصر مفيش اي مؤهلات نهائي. وبعدين شفنا الحركة بتاعت تغيير محمد صلاح في المباراة، ده يدل على ان حتى حسام حسن مش فارض شخصيته على المنتخب. والكلام اللي طلع متسرب من معسكر المنتخب اللي فيه لاعبين كتيرين في المنتخب مش مقتنعين بحسام حسن كمدير فني. كمان الاداء لم يكن على المستوى المطلوب في المباريات اللي لعبها حسام حسن. والناس اللي بتقول ان هو فاز على غينيا وسيراليون، يعني انتوا بوركينا فاسو وغينيا، يعني بالله عليكم انتوا مش مكسوفين؟ منتخب مصر بتقارن فوز على
بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا، هي دي نتائج اي منتخب مصر محتاج مدرب عالمي يعملها ولا مدرب محلي؟ المنتخب من غير مدرب بيعملها وبيعمل احسن منها كتير يا جماعه. دي مش مستوى منتخب مصر، من فريق ال 137 على العالم وال 142 على العالم، وعايز انت تتعادل معاه او تفوز عليه 1-0 بالعافيه او 2-1 بالعافيه. ده بوركينا فاسو هنا كانت هتغلبنا، يعني لو المباراه لو امتدت كمان 10 دقائق كنا اتغلبنا من بوركينا فاسو في القاهره. يعني بصراحه لا حمل تدريبي ولا فكر تخطيطي ولا جمل تكتيكيه ولا تكنيك في الملعب ولا تغيير مؤثر ولا اي حاجه خالص عند حسام حسن. اما الناس اللي بتقول لك انتوا بتهاجموه عشان ايه؟ احنا عايزين منتخب مصر يبقى كويس، وسيبك بقى من الكلام الاجوف اللي ما بيقدمش ولا بيأخر ده. احنا نفسنا منتخب مصر يكون احسن ما يكون، مستواه احسن ما يكون، لكن تجيب مدرب ما عندوش اي تاريخ، ما عندوش اي انجازات، ما عندوش اي بطولات، وتعينه مدرب لمنتخب مصر او مدير فني لمنتخب مصر، كلام غير معقول تماما. هو معين ومفروض على الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم ما اختارش حسام حسن، ومفروض عليه من شخصيات معينة غصب عنهم لازم يعينوا حسام حسن. اما النتائج فمن اسوأ ما يكون، النتائج من اسوأ ما يكون. نيجي بقى للنهارده ان شاء الله. الاهلي بعد قليل، بكلمكم دلوقتي بعد ربع ساعة هيلاعب الداخلية ان شاء الله. محمد الشناوي خارج قائمة المباراة تماما، مصطفى الشوبير حارس اساسي للمباراة ومحمود الزنفوري احتياطي. محمد الشناوي خارج القائمة تماما. هم طبعا اتفقوا مع محمد الشناوي ان هو كل مباراتين ولا حاجة مصطفى الشوبير هيلعب مباراة عشان يفضل حساسية المباراة موجودة عنده. كمان بيريح مروان عطية. محمد عبد المنعم كمان المدافع الاساسي لمنتخب مصر والنادي الاهلي مش هيلعب برضو المباراة. كمان غايب طبعا وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني بداعي الاصابه، طبعا لسه هيلعب ان شاء الله مباراه الزمالك ان شاء الله. والناس ما تقلقش، الزمالك هيلعب ورجله فوق رقبته المباراه ان شاء الله، ما فيش الكلام ده، كل ده كلام تهويش. ولو مش هيلعب هيحتسب مغلوب 2-0 وهيبقى ريح لاعيبه الاهلي من المباراه.